وزي ما احنا شايفين كده، انا ده فطور النهارده. الولاد كانوا طالبين جنب الفراخ الشيش مكرونه بالخضروات، وسبق وعملناها مع حضراتكم كذا مره، وعملنا شويه بطاطس كده جمال. وادي خرطت البنجر وحطيت عليه ملح وخل ونص معلقه سكر وليمونه، وده خيار بالليمون. وطبعا دي عباره عن كلنا عارفين الجمال ده عباره عن دي قطايف محشية بالمكسرات والبلح العجوة. وبالهنا والشفا، ودمتم في رعاية الله. هنبدأ بقى أول حاجة في عمايل الفراخ الشيش. طبعا أنا جبت فرخة، والفرخة دي مش كبيرة قوي، يعني كيلو 700 كيلو 650، وهقطعها 8 قطع زي ما حضراتكم كده شايفين. انا بحب اسيب الدبوسه لان ولادي عند الصبيان بيحترموا جدا الدبوسه. وغسلتها كويس جدا ونقعتها في محلول النقع، الميه والسكر والخل. لا مش خل، انا بصراحه بحط ليمونتين عشان الخل بيجلب الزفاره. وبعد ما غسلتها كويس جدا واطمنت انها زي القشطه كده، قطعتها 8 قطع زي ما حضراتكم كده شايفين. ادي الورك بقطعه قطعه الدبوسه، ومن فوق بقسمها لقطعتين زي ما حضراتكم كده شايفين. وادي الصدر بقطعه برضو قطعتين، وطبعا الجناحات لوحدها. يعني بيعملوا لي 8 قطع عشان اعمل فراخ شيش بطريقه حلوه وتكون مستويه وجميله. بصوا بقى حضراتكم، انا مش هطول عليكم. هنجيب الطبق الجميل ده عباره عن بصل وطماطم وقرن فلفل رومي وقرن فلفل سبايسي ومعلقه من معلقه من الثوم المهروس. هنضرب الكلام ده حلو قوي في الكبه، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. زي ما حضراتكم كده شايفين، احنا ضربنا البصل والطماطم، بصل وطماطم والفلفل القرن السبايسي وقرن الرومي. طبعا احنا بنعمل هنا، احنا بنصفيهم عشان احنا بنعمل فراخ شيش، فلازم ما يكونش فيها اي تفل علشان خاطر تبقى كده زي بره. اهو بص، بعد ما صفيناها كويس قوي، بص الميه اللي بتنزل منها. طماطم طبعا كانت حمرا وجميله، ولسه دلوقتي هنضيف لها بعض الاضافات. هنحط بقى، احنا خلاص اهو صفيناها. ادي الميه بتاعت البصل والفلفل الاحمر والطماطم. هنحط لها كيس من المشاوي بيديها الطعم والنكهه، وهننزل عليهم كمان بمعلقه من الصلصه الجميله اللي احنا عملناها مع بعضينا. احلى صلصه زي ما قلت لحضراتكم، احنا عملناها سوا مع بعضينا. وهنزل عليها بشويه ملح صغيرين، مش هنكتر لان اوريدي كيس المشاوي فيه شويه ملح. هنزل عليها بشوية فلفل اسود. عندي نص من الزبادي، نص كوباية زبادي عشان تطري الأنسجة بتاعة الفراخ، لأن أنا هعلق عليها على طول، فمحتاجة تكون الأنسجة بتاعتها طرية. هنزل عليها كمان بليمونة، وأنا اوريدي أنا بغسل الفراخ بالليمون، وبعد كده بقوم حاطة عليها بحط عليها ليمونه بعد ما تكون اتشطفت، لاني بحس كده ان الليمون بتديني فيها ريحه النظافه. شايفين الخليط الجميل ده؟ خلاص هنقلب الكلام ده الجميل ده كله ببعضه. هنزل عليها بمعلقه كاتشب، مفيش كاتشب مفيش معلقه كاتشب، هنزل عليها بكيس كاتشب هيأدي الغرض، لان اوريدي الطماطم حمراء، فانا اوريدي حاصله على الحمار بتاع الطماطم. شايفين الجمال؟ هنقلب الخليط ده كويس جدا كده. نص كوبايه الزبادي دي هتودي الفراخ في حته تانية خالص، هتخليها طريه وجوسي كده وطعمها رائع. تمام كده؟ تمام يا معلم. يلا هنجيب بقى قطع الفراخ بتاعتنا، هننزلها فيها كده وهندخل فيها الخليط حلو قوي كده.
انا طبعا عندي شبكة بس مش عايزة احطها في الشبكة بتنشفها، لكن ايه الصوص الجوسي ده بيخليها طرية جدا وانتي بتاكليها، فانا ليه اشيلها من الصوص دون وايه واحطها على الشبكة. ولاني كمان انا ما نقعتهاش، المفروض هي تتنقع من بالليل، انا ما نقعتهاش. شايفين الجمال؟ يلا حطوا بقى القطع بتاعت الفراخ كلها ويلا غرقوها كويس جدا بالايه بالصوص الجميل ده اللي هخليها جوسي اهو. شايفين الجمال؟ دي كأنها لوحة، هنحط لها رشة زيت كده بسيطة على الوش زي ما حضراتكم شايفين كده. وبحب بقى احط اللمسة دي 3 يعني حتت صغنطوطة كده زبدة من على وشها، بتوديها في حتة تانية خالص، بتخليك الريحة والطعم يروح في حتة تانية خالص. ويلا نزق الكلام الجميل ده في قلب الفرن، مش هغطيه زي ما حضراتكم شايفين كده، هنزقها على طول على الفرن وهتطلع لك احلى فراخ شيش هتشوفيها في حياتك. طبعا لو عايزة تحطيها في قلب الشبكة هندهنها الاول زيت وبعد كده هنرص فيها الفراخ، بس انا ما بحبست كده لانها بتكون ناشفة بعض الشيء. هي كده عشان انا ما نقعتهاش ليلة في قلب التلاجة بتبقى كده جوسي وجميلة. يلا نحطها في الفرن ونشوف الكلام الجميل ده هيديني نتيجة ايه. يلا تعالوا نعمل معاهم شوية سلطة شوية سلطات كده هون. هنعمل اول حاجة سلطة البنجر. ادينا جبنا البنجر اهو وغسلناه، دول 3 حبات من البنجر. هجيب حلة صغيرة كده، كل الحكاية ان انا هقطعه من فوق بالمنظر ده، وهشيل اللي هي الجدر برضو من تحت كده وهسيبه اهو. هقطع الجدر من تحت من فوق برضو، هشيل العروش بتاعتها واحطه بقى يتسلق عندي في حلة صغيرة زي ما حضراتكم كده شايفين. واما هيتسلق احنا هنقشره بمنتهى السهولة، وزي ما انتم شايفين شكل الفراخ الشيش عاملة ازاي ما شاء الله، وريحتها عاملة ازاي. نقدمها كده بطريقة لذيذة للولاد. شايفين الجمال؟ حاجة كده طعم وريحة. يلا نرص الكلام الجميل ده كده. ايه رأيكم في الجمال؟ ورشاية كده من من الكزبرة والبقدونس كده على الوش.